حديث الشارع هذه الأيام بمدينة زاغورا هو ظروف القطاع الصحي إثر وفاة سيدة ومولودها بعد الوضع بالمستشفى الإقليمي لزاغورا عشية الخميس الماضي. حاولنا تسجيل رأي أسرة المتوفية دون التمكن من ذلك. الوفاة ديال السيدة حامل هي والمولود ديالها بزاغورا هي ناجمة على الغياب ديال يد المساعدة اللي هي كانت في أمس الحاجة لها. إبان غياب الدكاترة اللي يمكن أنهم يقدموا لها هذه المساعدة. ومن بعد هذه الكارثة كانت هناك مجموعة من المسيرات يوم الخميس والجمعة تنديدية بهذا الوضع الكارثي اللي تعيشه قطاع الصحة بالإقليم. إثر ذلك تبدأ لجنة اليوم بمدينة زاغورا فتح تحقيق إداري من طرف وزارة الصحة من أجل تحديد المسؤوليات في واقعة وفاة السيدة بعد ولادتها بالمستشفى الإقليمي. السيد الوزير فهو أعطى التعليمات ديالو من أجل إجراء تحقيق إداري معمق، وذلك البغية منه هو تحديد المسؤوليات من طبيعة الحال واتخاذ الإجراءات في حق كل من أخل بعمله المهني. إقليم زاغورا بكثافة سكانية تبلغ حوالي 300 ألف نسمة تستفيد فقط من خدمات طبيبين مختصين في التوليد، فيما يوجد بالمستشفى الإقليمي 8 ممرضات مولدات. هذا أمر غير معقول غير مقبول وما يمكنش نسكتوا عليه. فخدينا جميع الإجراءات، أنا تنتبع شخصيا جميع التحريات في عين المكان اللي تتقوم بها المندوبية ديال الوزارة، اللي تتقوم بها المديرية الجهوية ديال وزارة الصحة. واليوم كذلك أرسلت إلى عين المكان لجنة ديال المفتشية العامة ديال الوزارة باش تصيفط لي تقرير. إذا اتضحت مسؤولية أي شخص فحين ذلك في ذاك الوقت غناخذ جميع التدابير وأطبقها بكل صرامة، وكذلك فيها من هذه التدابير المتابعة القضائية.